القرآن أفضل ما يصون به العبد جوارحه. القرآن أفضل ما يعمر به العبد قلبه. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير منال. فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال. والآن يسعدنا ويشرفنا أن نستمع إلى كلمة تشرح صدورنا لعالم من علماء عصرنا. هو عالم يخدم كتاب الله، يقوم على كتاب الله قراءة وتدبرا وتفقها وعلما وتعلما. هو عالم يخدم اللغة العربية، لغة كتاب الله، مع فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد محمد إسماعيل الأعصر، الأستاذ بقسم أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على رسول الله معكم. دعهم سيسكتون الآن، أنا عارف أسكتهم الآن. وبعد، فإنني سأتوجه بثلاثة أسئلة لأبنائنا وبناتنا ثم لأهل القرية الكرام. السؤال الأول: أعرف إجابة نصفه وأجهل إجابة النصف الآخر. وسأبدأ بالأستاذ عيد. إن أجاب أو أجاب أحدكم له جائزة خاصة منه. والآن سكت الجميع للسؤال الأول. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول الذي أعرف نصف إجابته ولا أعرف النصف الآخر هو ماذا؟ هل نحن الآن في عزبة أبي صلاح أم في عزبة أبي إصلاح؟ اصبر علي. وما العلاقة بين عزبة أبي صلاح وبين مكة المكرمة؟ الآن هذا هو القرآن الذي أريده. ما العلاقة بين عزبة أبي صلاح يا أستاذ عيد يا شيخ سعيد وبين مكة المكرمة؟ هذا أعرف إجابته، لكن لا أعرف أين نحن. هل نحن في عزبة أبي صلاح أم في عزبة أبي إصلاح؟ السؤال ليه؟ لأن كلمة صلاح ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم في 80 و100 مرة، 180 مرة اسم عزبتكم جاء في القرآن. فهل جاء في القرآن صلاح أم جاء في القرآن إصلاح؟ اصبروا، لا تستعجلوا الآن. وهل هناك في القرآن صلاح يعني بر الوالدين؟ كلمة صلاح تساوي بر الوالدين. هذا السؤال الأول الذي أعرفه
نصف الإجابة أو إجابة النصف ولا أعرف الثاني. أما الأمر الثاني فهو تعليق على الأستاذين الكريمين الجليلين المقدمين للحفل، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعطاهما نبرة وصوتا عذبا رائقا رقراقا، وكأننا في إذاعة القرآن الكريم لجمهورية مصر وبالمملكة السعودية. ربنا يحفظك. شهادة نعتز بها يا شيخنا. إلا أننا نحتاج مع روعة هذا الصوت وجمال هذا التنغيم سلامة للغة القرآن الكريم، وأنتما جديران بذلك. وأما الأمر الثالث فهي معلومة صغيرة. السؤال الأول ما أجيب، والشيخ محمد مسؤول أمامنا عن إجابته. إذا عرف أحد إجابة السؤال الأول ما العلاقة بين عزبة أبي صلاح وبين مكة المكرمة، في علاقة، يعني جريس ليس لها هذه العلاقة، أشمول ليس لها هذه العلاقة، عزبة أبي صلاح لها علاقة بمكة المكرمة. إجابة هذا يستحق السؤال. والسؤال الثاني أين الصلاح الوارد في القرآن بمعنى بر الوالدين؟ المعلومة الثالثة عشان أنا مستعجل هو إيه؟ ميمون بن مهران قال، اسمعوا، اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم. يعني في ناس بتمشي وراء القرآن وفي ناس القرآن بيمشي وراه. وهذا كنت أتحدث فيه مع أخي الدكتور أحمد الآن. قال ميمون بن مهران اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم، ثم تلا آية من القرآن الكريم. ما الآية التي تأمرنا أن نتبع القرآن لا أن يتبعنا القرآن؟ وفي النهاية وما أجبت على سؤال حتى يفكر أولادنا كيف يتعلمون القرآن، بقيت لي نصيحة. أيها الأبناء، كم أنا أفرح إذ يجتمع هذا النشء حول القرآن الكريم، وكم أحزن حينما أمر بالنشء والشباب وهم يجتمعون على المقاهي والملاهي. أنتم الآن اصطفاكم الله لأن تحمل صدوركم وقلوبكم كتابا، بينما الآخرون حرموا من ذلك. فاشكروا نعمة الله أولا في معلمي القرآن الكريم. وكم كنت أود، وسأترك المجال للشيوخ بعد ذلك، يعلمون الأولاد أولا قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح الخضر. أشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، وجمعنا على طاعته، وجمعنا على العلاقة التي بين مكة وبين عزبتكم المباركة. جمعنا الله على العلاقة المعنوية وعلى العلاقة المكانية حتى نجتمع فيهما مكانا ونجتمع فيهما صلاحا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل الخلائق في حمى الديان، وكتابه هدي عظيم الشان. يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان.
وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. والآن نستمع إلى كلمة لفضيلة الشيخ يوسف خطاب، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. كنا نود أن نستزيد ونستمع من السادة دكاترة الأفاضل لنستزيد من علمهم ونستفيد، فهي فرصة عظيمة والكل يستمع إليهم وينصت. ولكن أوجز في هذه الكلمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكل إنسان يريد أن يكون من الذين يرفعهم الله، ولذلك الله تبارك وتعالى أرشدنا في قرآنه وفي كتابه وأشار إلى ذلك: سابقوا وسارعوا. لماذا؟ سابقوا فإن التسابق يحفز النفوس ويشحذ الهمة. هذا التنافس وهذه المصارعة. لماذا نسارع؟ وماذا نسارع؟ نسارع لأن العمر لا ينتظرنا، لأن الوقت يمر وربما الموت يداهم، فالإنسان في صراع مع الموت ومع الأجل. ولذلك على الإنسان أن يغتنم شبابه وأن يغتنم صباه وطفولته. فأنت أيها الغلام وأيتها الصبية كتاب فارغ أبيض صفحاته مستعدة للكتابة والتسجيل. النقش الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما قالوا. أكتفي بهذا القدر حتى أترك الفرصة لغيري، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك عليكم وأن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بخالص الشكر على هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ يوسف خطاب. أما الآن نستمع إلى كلمة لفضيلة الأستاذ عيد عبد الغفار أبو يوسف، رئيس جمعية الإيمان الخيرية بقريتنا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أولا سأدع الذكر لأهل الذكر، وقد قالوا. أنا هوجه شكري وامتناني الخالص لوجه الله بكلمة هقول فيها باسم الإخلاص. الإخلاص الذي تمثل ويتمثل في شباب بلدتي الهادئة، الشباب الذي لا يتعدى عدده تعدادا وليس قيمة وقامة، 20 فرد، 20 شاب تقريبا. انا بقول تقريبا، مش هقول اسماء لان في كتير ممكن انا انسى حد ولا ازكي على الله احد. الشباب صحاب الفكرة او اصحاب الفكرة، احنا كل سنة بنعمل تكريمين. جميع مكاتب تحفيظ القرآن في البلد بيعملوا تكريمين: تكريم للأطفال وتكريم للمستوى الأكبر شوية، بس كل مكتب على انفراد. وهذا هو الشتات. لأول مرة بعد سنة 2006 و2008، لأول مرة بعد، أنا فاكر أوي كويس، بعد سنة 2006 و2008 نعمل اجتماع ولو رمزي. أنا عارف
ان العدد اللي هيتكرم او يكرم هذه الليلة عدد رمزي من جميع مكاتب تحفيظ القرآن في القرية. انا بشكر اصحاب الفكرة من اول واحد طرح الفكرة لحد التنفيذ والتنظيم اللي احنا بصدده الان. رغم ان مستوى يعني الجلسة اللي احنا فيها ديت مش تمام، لكن انا مبسوط بايه؟ بان الاعمار اللي قدامي شايف فيها جميع الاعمار، اعمار متباينة، كبير صغير وسط جد عم اب ام اخت، كل ده موجود قدامي. ده اللي فرحني، وشبابنا بيعملوا اللي احنا ككبار ما عرفناش نعمله. انا بحييهم الشباب، تحية خاصة، كله يسقف لهم يا جماعة، تحية خاصة للشباب ده هم. وطبعا مش هقول اسماء، كل اللي قاعد واللي بيزغرط وهم واقفين بينظموا، واقفين بيحاولوا ان يظهروا بلدنا بصورة جميلة. كل التحية والتقدير. تاني حاجة او تاني شكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تاني شكر لأولياء الأمور اللي بيدبر او بيوفر من قوت عياله وبيته عشان يحفظ ابنه القرآن، رغم ان ما فيش حاجة الزامية. قلنا المدرسة شيء الزامي وبيسموها مرحلة الالزام من اولى ابتدائي لثالثه اعدادي، سليم، لكن ده ما فيش الزام. ومع ذلك العدد اللي بيحافظ على قراءة وحفظ كتاب الله عدد لا بأس به، ولن يسبق فيما قبل. بشكر كل اطفالنا وشبابنا، الشباب الحلو الجميل المحترم حمل كتاب الله، على انهم اتاحوا لنا الفرصة والاهاليهم والبلدنا الهادئة ان نرتوي من بحر علم هؤلاء العلماء. انا بشكر كل ساهم وحفز وساعد في تكريم هؤلاء الأبطال. بشكر جميع القائمين على مكاتب تحفيظ القرآن في بلدتنا، وشكر خاص للسيد مدير المدرسة الأستاذ محمد مختار على أنه يراعي ذلك جيدا. هو من تولى المسؤولية مكاني، انا يمكن ما كنتش براعي قوي كده زي ما هو بيراعي هذا الموضوع بالنسبة لحمل كتاب الله والتكريم اللي بيعمله في المدرسة ليهم. انا بشكره شكر خاص استاذ محمد مختار اللي قاعد على شمالي دهوت، وبشكر كل من قام وساهم وفعل وعمل وفعل كل شيء في سبيل رفعة القرآن الكريم. وبالقرآن نرتفع وبالقرآن بلدنا ستكون في المقدمة. احييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ عيد أبو يوسف على هذه الكلمة. أما الآن فيسعدنا ويشرفنا أن نستمع إلى كلمة لفضيلة الأستاذ محمد مختار مدير مدرسة أبي صلاح للتعليم الأساسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش لاقي بصراحة، مش لاقي أي حاجة أقولها، لأن بعد في وجود إخوة أفاضل، علماء أفاضل، أجلاء وأساتذة عظماء معايا هنا، في وجودهم مشرفينا ومنورينا الليلة دي، وبعد الكلام الجميل وبعد كل اللي سمعناه منهم بصراحة مش لاقي أي حاجة أقولها، ولكن كل اللي أقدر أقوله بشكر كل من تسبب، كل مسبب ومتسبب وكل داعي وكل مدعو لهذا الحفل العظيم
اللي بيعتبر هو مش بداية، هي بدأت من فترة كبيرة، ولكن بدأنا نحصد الجهد العظيم اللي بدأ الشباب يعملوه. بدأنا نلاقي إنجاز، بدأنا نلاقي عدد كبير من حفظ القرآن الكريم. كان عندنا اللي حفظ جزء واللي حفظ جزئين واللي حفظ 3. الحمد لله بلدنا دلوقتي فيها عدد لا بأس به من حفظ القرآن الكريم اللي ختمينه. ده مش جاي من فراغ، وده جاي من جهد عظيم من مشايخ عظماء. تعددت الكتاتيب في البلد عندنا الحمد لله. بتمنى ان ربنا يوفقهم ويصلح حالهم ويعينهم واحنا معاهم ان شاء الله. ولكن ليا عتاب صغير، معلش، عتاب صغير على الجميع بالنسبة لبلدنا هنا. ايه هو العتاب؟ اني ما بلاقيش حد بيجي المدرسة يبص علينا. وقلت كذا مرة من الشباب الواعي العظماء، يا جماعة بعد اذنكم تعالوا تابعوا اولياء، في متابعة عظيمة في البيوت، ولكن معلش انا عاوز حد يجي يقول لي ابني مستواه وحش ليه يا استاذ محمد؟ يا استاذ محمد انا عاوز اعرف ابني ليه اتأخر في مادة كذا. لازم يبقى متابعة يا جماعة. المتابعة بدأت، ولكن انا عايز افضل من كده. نيجي ايدينا مع بعض، ان شاء الله هيبقى في اجيال عظيمة في المستقبل باذن الله. يطلع من عندنا، يتخرج من عندنا طبيبة، يتخرج من عندنا مهندسة. ولكن مش عايزين نقول طبيبة ولا مهندسة ولا عالمة ولا معلم، عايزين يتخرج من عندنا أطباء، علماء، مشايخ. ربنا يوفق الجميع، وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع. نشكر فضيلة الأستاذ محمد مختار على هذه الكلمة. أما الآن فيسعدنا أن نستمع إلى كلمة لفضيلة الشيخ محمد البعد، خادم كتاب الله، بارك الله فيه وفي ذريته، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا. وبعد، أنا عاوز أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى الشكر لله أولا وأخيرا، وأدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه وحده. الرسالة الثانية بعد شكر الله عز وجل، أشكر هؤلاء الأشبال والأبطال الذين كانوا سبب في هذا الاجتماع، وكانوا سبب في جمع الشمل، وأن تجتمع البلد كلها على تكريم حفظة كتاب الله عز وجل. وأدعو الله عز وجل كما جمعنا على كتابه أن يرزقنا الأدب، أن يرزقنا أدب كتابه، وأن يرزقنا العمل بكتابه، وأن يرزقنا أن نتخلق بأخلاقه، وأن يرزقنا أن نمتثل أوامره، وأن يرزقنا أن نجتنب نواهيه، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه وحده. الرسالة الثالثة، أتوجه بخالص الشكر للسادة الضيوف، وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الأعصر، الذي والله لا يتوانى عن خدمة كتاب الله عز وجل رغم ظروفه ورغم انشغاله، ورغم أنه عنده حالة وفاة، إلا أنه أصر أن يحضر لكي يكرم حفظة وحملة كتاب الله عز وجل. أدعو الله أن يجعل هذا في موازين حسناته، وأدعو الله عز وجل أن يتقبل منه هذا، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه وحده. الرسالة الأخيرة، أتوجه بخالص شكري
للشباب الذي كافح، بل أقول طالما ناشد وطالما تحمل وطالما كافح وطالما نادى وطالما ندد، وكان عنده سعة صدر لكل كبير وصغير ولكل انتقاد ولكل من نال من أحد منهم، والكثير منهم يعمل تحت شعار هيا نعمل في صمت. أدعو الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا بد لنا أن نشكره، ولا بد لنا أن نقف هنا ونشكره على تلبيته لدعوتنا كثيرا ومرارا، وليس أول مرة يأتي إلينا ويرشدنا وينوير القلوب بعلمه الفائض الغزير. وله هدية منا، درع الأستاذ الدكتور مصطفى الأعصر بمناسبة حصوله على الأستاذية، مقدم من شباب أبو صلاح. دكتور مصطفى الأعصر دائما محب لقريتنا، حيث ربطنا بمكة المكرمة وزادنا علما وتشريفا، وهو أول من يقول ذلك، وهو أول من يضعنا على الطريق. لقد أصبحنا من أهل مكة، ولقد أصبحنا أقارب أهل مكة بفضل الدكتور مصطفى الأعصر. شكرا دكتور مصطفى. سبحان الكريم المنان ذي الطول والإحسان، أكرمنا وخصنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، فرفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وبشر حافظيه بالمغفرة والرضوان. ونعود مرة أخرى إلى المواهب، ومعنا فقرة بسيطة، موهبة وأنشودة. ما تيجوا نصلي على سيدنا، صلى على النبي، ما تيجوا نصلي على سيدنا. مريم كريم ورقية عاد، تفضل يا بنات. ما تيجوا نصلي على سيدنا وتبقى هدية ليه، عشان المولى يسعدنا ونشرب من ايديه، نفوز بجواره في الجنة ويا محلى الجنة بيه. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. يا جمال النبي يا حنان سيدنا النبي، والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي. العطره فحم الرضا، أول ما ذكرنا نبينا. العطره فحم الرضا، عن نبي جينا وصلينا. يا بائعا في أرض طيبة عنبرة، الله الله بجوال أحمد لا تبيع العنبرة. الله الله إن الصلاة على النبي وآله يشكو بها من شاء يتعطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. رحمة الله على كل من كان له رحمة عندنا، رحمة الله على كل من كان له خير فينا، فرحمة الله على كل موتانا وموتى المسلمين، رحمة الله على الحاج عبد العزيز البصري، ورحمة الله على تكريمنا الخاص
لابنة شيخنا الفاضل رحمة الله عليه الشيخ حمادة البصري توفاه الله رحمة الله، ونطلب من الجميع أن يدعو لهم ويترحم عليهم على أهل الأرض وأهل السماء. وتكريما لتلك اللحظة نكرم الدكتورة هدير حمادة البصري كأول معيدة ودكتورة بجامعة المنوفية. الدكتورة هدير حمادة البصري رحمة الله على أباك، وأنار الله طريقك بالعلم وجعلك له زخرا يوم القيامة. أنار فيكم الخير ووضع فيكم العلم. شكرا دكتورة هدير، شكرا لأنك رفعت راس بلدنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتقدم لصاحبة هذا الأمر، وقد علمت أنها الأولى في هذه القرية. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان أبيك وفي ميزان أمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأنت إن شاء الله من الولد الصالح الذي يكون في ميزان أبويه إن شاء الله. الأمر الثاني لعلها بداية تكون بها إن شاء الله أسوة وقدوة لباقي الفتيات والأولاد، حتى يجعلك الله تبارك وتعالى نبراسا ويزين بك أخلاقا وعلما مبارك، وإلى الترقي دائما في الدين والدنيا.